السلام عليكم. تعالى اقولك ازاي تحضري دقيق الرز اللي الكيلو فيه ب60 جنيه وانت تقدري تحضريه ببلاش من البيت. هقولك ازاي تحضري دقيق الرز وكمان تستخدميه في ايه. معايا رز مصري مغسول ومنقوع، وكمان بعد كده صفيته وهنقله بعد كده في صينيه ينشف لمده ساعتين. والمرحله دي خطر جدا ولازم ااكد عليها، لان ممكن يبوظ منك في المرحله دي، وهو انك بتفرديه على صينيه بطبقه خفيفه جدا، ما يكونش تقيل على بعضه او سميك، واما ينشف في الشمس وتكوني مغطياه بشاشه علشان الاتربه او اي حشرات، او يبقى قدام المروحه، او يقعد 4 ساعات في التلاجة برضو متفرد على الصينية كده. بس اظن ان مفيش تلاجة هتاخد صينية بالحجم ده. في المرحلة دي ممكن يبوظ منك ويغير طعمه ولون وريحة، وبالتالي هيترمي. فلازم تبقي حريصة جدا انه في المرحلة دي ما ينفعش يقعد في درجة حرارة الغرفة العادية، هيبوظ منك. وانا باكد تاني، بعد ساعتين هتلاقي الرز نشف بشكل كويس. نبدأ نطحنه في مطحنة الخلاط. لو بتجهزيه الاكل حادق زي كفتة او كباب او ما شابه ذلك فعادي ما تنخلهوش، لكن لو بتحضري الحلويات ويفضل معاكي موجود طول السنة لازم هتنخليه. المطحنة ما بتطحنش كله بنفس الدرجة، درجة واحدة. اللي بيطلع في النخالة بتدخليه طحن تاني ما بتبقاش معاكي حاجة. وبالمناسبة هو بيطحن بسرعة، يعني ما بياخدش وقت. بعد لما بخلص الكميه كلها، وانا بقولك هنا ازاي بيكون لسه مرطب وفيه لسه ميه او مندي، انك بتلاقيه ما بينزلش بسهوله. وهتعرفي المقارنه الخطوه اللي بعديها. كمان لما بتضغطي عليه كده بتلاقيه لسه بيتكتل في بعضه، طبعا دليل ان هو لسه فيه ميه او فيه رطوبه. ده شكله بعد ما بينشف في الشمس. طبعا دي نسخه تانية انا محضراها ومنخوله ومظبوطه. تخيلي بصي بينزل بسلاسه ازاي، وكمان بتضغطي عليه ما بيتكتلش كده. بعد ما بتخلصيه الطحن برضو بتدخليه صينيه او بتفرديه في صينيه تاني وتسيبيه اما في الشمس او قدام المروحه. ما ينفعش يبقى في درجه حراره الغرفه العاديه علشان هيغير زي ما قلت لك طعم ولون وريحه. انت كده شايفه الفرق ما بين اللي نشف واللي لسه فيه رطوبه. لما بينشف معايا بقى ويبقى كويس بيقعد تقريبا من يومين ل3 في الشمس على حسب كثافه الطبقه اللي انت فرداها. يعني في صينيه واسعه ويتفردي طبقه خفيفه علشان ما يقعدش معاكي كتير في الشمس. بعد ما بينشف بتعبيه في برطمان او في كيس تلاجة وتدخليه التلاجة عادي، درجة حرارة التلاجة العادية مش فريزر. او عادي ممكن يقعد معاكي اسبوع بره التلاجة عادي. صلاحية ماء يعني على طول، ما ملوش صلاحية يعني جوه التلاجة، لان التلاجة بتبقى درجة تبريد كويسة وبتحفظه. اهم حاجة ما يجيش عليه مية. كيلو فيه فعلا ب60 جنيه. انت لما بتكوني محتاجه بقى ده استخدامه كفته رز، بتضربي الخلطه في الخلاط عادي، الخلاط بتاع الطماطم عادي، وتنزلي على تقلبيها بايديكي جامد، تسمغيها بتكون جاهزه معاكي في ثواني كفته رز. الكباب الكوابري بتحطي جزء منه بيسمغ معاكي العجينه جدا وبيخليه ما يفكش. لو رز بلبن طالع خفيف معاكي بتضيفي منه معلقتين بتدوبيهم في شويه ميه وبينزل على الرز، بيخليه تحفه وكريمي احلى من النشا، لان النشا بتطفي لمعه الرز بلبن، لكن ده رز ما بيطفيش اللمعه. ضيفي منه معلقه صغيره على اي حاجه بتربطيها زي مهلبيه او ما شابه ذلك. كل الحاجات دي بيربط معاكي بيبقى جميل، وهو يعتبر بديل للنشا كويس قوي. مش بديل كامل للنشا، لازم تضيفي نشا على رز، ده في حاله المهلبيه او اي بودنج بنعمله. هو المهم واساسي جدا في بودره السحلب، من اهم مكونات بودره السحلب واللي بتديه طعم ممتاز وغني، يعني خطير بمعنى الكلمه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو، مهم جدا علشان اللايك بيرفع الفيديو ويخلي غيرك يستفيد ويشوف الفيديو. ما تنسيش تصلي على النبي في التعليقات وتكتبي كلمه حلوه في التعليقات. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.